الفيلا دي احسن من التانية بكتير. افتح بقى وانت اسكت. طب يا عم ارجع افتح النور تاني. احمد شاور راح فين ما تعرفش، الشاب الصغير اللي كان معاه راح فين ما تعرفش، سايبين كاوتشاتهم وهي زي ما هي في الفيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. زي ما انتم شايفين يا جدعان احنا بقالنا كتير جدا 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 متغيبين على اليوتيوب، بس ده كله اكيد كان ليه اسباب. وطبعا اخر فيديو على ما اعتقد طلعت وقلت لكم كان سبب تاخيري ايه. كان سبب تاخيري طبعا انتوا عارفين، سبب الجواز. طبعا اللي لسه عارف ينزل يبارك لي في الكومنتات، عشان انا حاسس ان انا لسه جديد في التصوير ولسه راجع من اول تاني، بس ان شاء الله هنرجع باجمد من جديد وباللوكيشن الجديد. وطبعا لسه هنكور من بعضينا واحده واحده زي ما كنت بعمل زمان. المهم عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في الفيديو على طول واشوفكم بعد الانترو. يلا بينا. فانت تعيط وتقول واقف بغز الشر ده بغز حراق. طيب فيديو النهارده معروف كل الفيديوهات اللي احنا كنا بنعملها بنطلع نكشف المقالب الفيك او المقالب اللي بيتعمل فيها مقالب، يعني انتوا فاهمين المحتوى كويس. النهارده فيديو عن عمر شاور. طبعا احنا ما ورناش غير عمر شاور عشان هو كل فتره بيغيب ويرجع يعمل لنا مقلب فيك او مقلب مكشوف او حد بيعمل فيه مقلب او بنطلع فيه غلطات هو ممكن يكونش واخد باله منها. احنا دايما بنطلع نقول كل سنه يا رامز احنا تعبنا، يا رامز احنا تعبنا، يا رامز احنا عارفين ان المقلب بتاعك فيك، يا رامز جدد من المقلب بتاعك. ما بنطلعش نقول يا شاور جدد من المقلب بتاعك. المهم خلينا نشوف المقلب بتاع عمر شاور السنه دي او الليله دي اللي هو الفيديو بتاعه نزل امبارح، مفروض عامل مقلب جديد او عامل فيك جديد او عامل فيديوز جديد عشان الناس اللي بتطلع تزعل بسبب عمر شاور اللي انا بقول اللي هو بيعمل مقلب فيك يعني. بس هو مش منطقي الحاجات اللي هو بيعملها. عارف لو جيت يقول ان ده فيلم قصير هيبقى الموضوع ابسط من كده بكتير. تعالوا نتفرج على الفيديو اللي نزله امبارح ونشوف ايه هو الموضوع الفيك اللي احنا بنتكلم فيه، ونبدا بالفيديو خطوه خطوه من اوله لحد اخره. يلا بينا. صباح الدشمله والهرجله النهارده مع فيديو ضرب نار. طبعا لو تتساءلوا ازاي انا عملت الحاجات اللي ورايا دي، كل التفاصيل دي في الفيديو اللي فات هتتفرجوا عليها. ركبنا الدروع هنا بتاعت اليوتيوب، والدرع ده اللي انا واخده من الولد هلس، وازاي جاي الدرع ده برضه. الدرع اللي جاي ده توب اليوتيوبر التوب في مصر، اول واحد يجي له الدرع ده في مصر هو العبد لله حبيبكم عمر شاوره. انا قاعد عمال افكر يا ترى يا شواريتو تعمل ايه في فكره الفيديو النهارده، تعمل ايه؟ قاعد في الجنينه كده لقيت كائن عمال يتحرك في الجنينه كده، قلت بس حبيبي هو ده اللي ابدا فيه مقدمه الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين في بدايه الفيديو كان بيورينا اللوكيشن الجديد اللي هو عامله، هو شكله واخد فيلا جديده وعامل فيها لوكيشن جديد. وفي الفيديو اللي فات اللي انا لسه ما اتفرجتش عليه بصراحه بيقول ان هو علق دروع جديده وعامل موضوع جديد في الفيلا. طبعا خلينا ثابتين على النقطه دي عشان النقطه ديت احنا نحتاجها في اخر الفيديو، هنتكلم فيها في اخر الفيديو. نقطه ان هو عمل لوكيشن جديد في الفيلا دي معنى كده ان هو مطول في الفيلا دي، فعشان في اخر الفيديو برضه هنتكلم عن النقطه دي كويس. يلا بينا نشوف في اول مقلب ايه اللي حصل او عمله في مين. انت مين؟ تعالى يا ديشا. استنى ثانية واحدة يا ديشا. يلا تعالى. ازيك يا ديشا؟ بعد اذنك ماشي؟ بص انت جايب شيف الفيديو معانا ديشا. ايوه هحط لك من كل كيس بقك وانت مغمض ماشي؟ ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ حاجة طبعا اول مقلب معانا في الشاب الاخ الصغير اللي معاهم ده، انا ما اعرفش لسه اسمه التيم، فشكله جديد في التيم اصلا. واول لما دخل كان جايب لهم شكله حاجات من السوبر ماركت او حاجه زي كده، وحطوا له الضفدع. هم جايبين ضفدع من الجنينه والله اعلم جايبينه منين، وحطوا له الضفدع في التيشيرت. فده كان اول واحد يتعمل فيه مقلب. ثاني واحد يتعمل فيه مقلب طبعا كان مين هو؟ تعالى نشوف مع بعض. تعالى الفيلا دي احسن من الثانيه بكتير. بص تعالى الفيلا دي احسن من الثانيه بكتير. بص يا رحال دلوقتي بص تبقى راجل وحش لو فتاح فشخ بقى. طب يلا بص يا سيدي، ده اول هتقولي ده الشيبسي نوعه ايه وطعمه ماشي خد دوق. الفيلا دي احسن من الثانيه بكتير. دوق كده. دي واحدة تانية. لا استنى واحدة تانية. استنى هتقولي دي ايه؟ حلوة دعوة. ده شيبسي ايه؟ ده بفص. طيب دوق ده. افتح بقك. الفيلا دي احسن من التانية بكتير. افتح بقك وانت اسود. ثاني واحد زي ما احنا شفنا طبعا كان طازه، كان داخل عليهم وهوب
اكلوه الضفدع في بقه زي ما انتم شفتوا، وعملوا فيه برضه المقلب. فاحنا كده بنمشي معاكم خطوه خطوه بس في الفيديو عشان نشوف اخر الفيديو، كواليس الفيديو بالظبط ايه اللي دار او ايه اللي حصل، عشان نكشف بالظبط هل اللي حصل في اخر الفيديو ده حقيقي ولا لا. وطبعا مش هنعرف بالظبط ايه اللي حصل غير لما نشوف الفيديو بتاعه اللي هينزل. الله اعلم ممكن ينزل في ميعاد الفيديو ده ما ينزل، او ممكن ينزل بعدها بيومين زي ما هو بيعمل. بس برضه احنا هنفضل ورا الموضوع ده لحد ما نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. هل بيتعمل فيه مقلب زي ما بنقول كل مره، ولا هو بيعمل فينا احنا مقلب، ولا بيعمل مقلب فيه؟ يلا بينا نكمل ونشوف مين تاني اتعمل فيه المقلب ده. خدوا بالكم من الحته دي بالظبط، عشان الحته دي هنحتاجها برده في اخر الفيديو. هم نازلين يعملوا مقلب في حد تاني. خدتوا بالكم من الاثنين اللي كان واحد كان بيطمس وواحد كان في المطبخ مش عارف بيعمل ايه؟ دول برده اثنين ما اعرفهمش او ما خدتش بالي منهم قبل كده، ممكن يكونوا طلعوا معاهم في فيديوهات قبل كده. انا بقالي كتير مش متابع يا جدعان، انا كنت في سحله كبيره. بس دولت برده دليل قوي هنحتاجه في اخر الفيديو. يعني خلي بالنا ان في اثنين في الفيلا كانوا بيروقوا او بيطمسوا الفيلا، فما اعرفش مين هم دول، بس في اثنين في الفيلا. خلينا نكمل بقيه الفيديو ايه اللي هيحصل. يا جدعان جوي لسه راكب بزوجه جديده طار صوروا يا اسطى، عايزين تصوروا عايزين علبه شوكه. افتح الشنطه وري الناس. افتح الشنطه يا شوف. حاضر. هو في انتوا جربوا سجوا معايا ليه؟ عشان عشان نعرف الناس ان انت طرش. افتح يا ابني الشنطه يا ابني. حاضر تعالى. تفاح المفروض دي سامة بقى ولا خرجانة مني يابا. تفاح يا شباب. عامل يسمى دي ولا دي ايه بقى؟ وزي ما انتم شفتوا المقلب اتعمل في شوي كان الله اعلم كان بيدور عربيته كان رايح فين، او ما تعرفش طبعا كان هيمشي ولا ايه اللي هيحصل. بس طبعا خلينا برضه في اخر الفيديو عشان انا عايز اجيب لكم الموضوع ده ملخص القصه في الاخر، يعني ايه اللي دار في الاخر او الفيك باين فين في اخر الفيديو. خلينا نقدم المقالب دي كلها، وهم هيعملوا مقلب في شوي طبعا، وبعد كده هيعملوا مقلب في عسكر زي ما انتم شايفين. تمام اهو خدوا كمان برضو عسكر وهيقعدوا يجروا ورا بعض ويضربوا في بعض بالكراسي وبالعصيان. خلونا بقى في الحته دي، تعالى نشوف الحته دي ايه اللي هيحصل، عشان هنا بدايه الموضوع اللي هو مش مترتب او مش هيخش العقل. لو حد بيتفرج على الفيديو ده مش هيعقلها، يعني ازاي ده هيحصل. تعالى نتفرج كده. اقول لك يا اسطى انا مش جاي معايا العب في الفيلا دي، انا هقدم منكم. انا مش كل ما اجي ابوها اقعد في عربيتي ولا اقعد على السرير جوه ولا اقعد في اي حته، لا حد جاي يرازيني واللي يحط لي ضفدعه واللي يديني بالقلم. لا انا كده جاي تقلل مني. هو احنا جايين الثانيه يا عم؟ يلا يا عم. انا لا وهسيب الايه. خدتوا بالكم هنا شوي بيقول له انا زهقت من القعده معاكم وانا هرجع طنطا تاني، وعسكر طبعا قال له يلا بينا نمشي ومش عارف ايه. وبرده تعالى نكمل برده عسكر طازه برده عايز يمشي معاهم، فهنشوف دلوقتي برده ايه اللي هيحصل. هتسيب المرياسه يلا؟ اسمع كلام المعلم يلا. هتسيب المرياسه؟ يعني لحم اتفق من جبل الطوام. عشان اشوفك تقول لك يا سيد الناس لو سيد ناس بيفهم. ده الرأي بيفهم ده. انا قادم واحد باثنين، لو ما جيتش وراك ده الرئيس هتسيبوه. يقول لك سيجا يجي مع مين المشكله؟ انا جاي معاك يوسف الكلب. خدنا بالنا طبعا ان الثلاثه مشيوا، كان شوقي وطازه وعسكر مشيوا ركبوا العربيه على اساس هيسافروا طنطا. يعني انا ما اتوقع كده ان هم جايبوا الفيلا دي مش عارف في مدينتي ولا في ساعات في اسكندريه والحاجات دي، يعني في بلاد اصلا سفر المحافظات سفر. انا اسف. عندك الثلاثه قال لك احنا هنرجع طنطا فجاه كده، فجاه بالترنج بالشبشب بالشراب بالترنج كل حاجه هيمشوا، فاهم؟ حتى مش هياخدوا معاهم شنطه هدوم اللي احنا هنشوفها كمان شويه. تعالى بس نكمل بقيه الفيديو علشان الموضوع هيبان جدا. تعالى نكمل. هنا بدات الموضوع يكتشف واحده واحده. للاسف عندي عيال وعندي مراتي، فمش هينفع افضل اشتغل انا هنا وانت يا ابني. يلا بابا تخلص يا عم. عمر انت ما بتعملش حاجه عمر. وانا ورا اللعب كوره والله. لا هشتغل معاك مش هينفع والله. يا ابني ما تشدش بقى عشان ازعلك. ايش ضايقك بقى؟ ما تخليش قدامك قبل ما امشي بقى. ايش قدامك قبل ما امشي؟ انت ولد ايش قدامك قبل ما امشي يا عم. يلا مشي. عربيتك منين؟ بقول لك انا هاخد ها؟ خلاص تحلسي. استنوا خدوني معاكم. معاكم فين انت كمان؟ انت هتهلسي امال مين هيصورني؟
انت ما بتعملش بقى المستهلكين المشششين دول. تسلم جزيلا. يا كلاب بس حبه وليه. كلكم كلاب، كلكم كلاب مكلببين. انا قاعد لوحدي في اللو ده كله. ايه يعني ما اقعد لوحدي؟ ده احلى حاجه القعده في الفيلا دي لوحدي. تعالى يا عم تعالى ما نخلي القعده لوحدي. هنا طبعا شفنا احمد اخوه قال له احمد شاور قال له انا ما همشي انا كمان، وخد الواد الصغير معاه وقام واخده وداخل الفيلا على اساس ان هو الله اعلم بقى داخل يغير زي اللي انا اللي لسه بقول لكم من شويه، ان المفروض لو واحد مسافر او هيمشي راجع بلده هيطلع يغير ياخد شنطه هدومه. فاحمد شاور قال له انا ماشي يا عم ودخل الفيلا وما طلعش منها. خليكم ملاحظين الحته دي لان الحته دي يعتبر الشوتات فيها مش هتتقطع او مش هتكمل ثانيتين في اللي هو هيعمله في الفيلا اصلا احمد شاور، فاللي هو عمر شاور قصدي انا اسف اللي هو هيعمله في الفيلا. احمد شاور ما لحقش اصلا يخرج من الفيلا او مش هيجيبه وهو خارج من الفيلا. تعالوا نشوف الحته اللي جايه دي. نخش نشغل لنا التلفزيون نشتغل نفير نطفي الانوار الجميله دي. تعالى يا جماعه الحته دي قاعده منطقيه دلوقتي ما عندهاش حرامي في مولد. طفي الانوار دي كده طفي. طيب احنا وصلنا لحد النقطة دي، احنا لسه هنكمل مع بعض بس عايز اوضح معلومة صغيرة. هنا دخل عمر شاور لوحده الفيلا، هو يعتبر اللي بيصور. احمد شاور راح فين ما تعرفش، الشاب الصغير اللي كان معاه راح فين ما تعرفش. بلاص عليهم بقى الاثنين اللي كانوا موجودين اصلا في بداية الفيديو اللي هم كانوا بيكنسوا الفيلا وكانوا واقفين في المطبخ، راحوا فين هم كمان؟ ولا نزلوا ركبوا مع شوقي ولا ظهروا ان هم مشوا مع احمد شاور. طب راحوا فين؟ ثالث حاجة، انت دلوقتي يعني ايه الفكرة ان انا اخش اطفي انوار الشقة كلها؟ ايه الفكره ان انا اخش او انوار الفيلا كلها؟ ايه الفكره يعني؟ انا مش فاهم حاجه، ليه فجاه كده هبت ان هو يخش يطفي انوار الفيلا كلها؟ طب بعيد عن النقطه دي، بص هنا وهو بيقفل انوار الفيلا، خدوا بالكم الحته دي جايه دي. قال ايه؟ مفكريني اخاف ان انا اقعد لوحدي، ليه؟ ليه يا مثلثين؟ واخدين بالكم ان هي واخدين بالكم الشنط بتاعت العيال اللي مشيت او الشنط بتاعتهم اللي هم فيها الهدوم لسه زي ما هي مرميه على الكنبه اهي، حتى ما لموهاش او ما خدوهاش، يعني الشنط والهدوم لسه مرميه زي ما هي، والكاوتشات بتاعتهم اهي اللي انا لسه كنت بقول ماشيين بالشباشب سايبين كاوتشاتهم اهي زي ما هي في الفيلا. طيب خلينا نكمل لاخر الفيلا لاخر الفيديو انا اسف. هنا اهو الحته دي لما طفى النور عن المطبخ اللي كان واقف فيه الشاب اللي كان بيعمل ما اعرفش كان بيعمل اكل ولا بيعمل ايه، كان في واحد تاني واقف قصاده بيكنس، راحوا فين الاثنين؟ اختفوا فجاه. ما اتفرجتوش عليها؟ شكل الكهرباء هنا بتدعي شويه. خلينا هنا بقى النقطه الاكيده اللي تبين لك ان عمر شاور عارف اللي هيحصل، يعني فجاه انطفى نور الفيلا كلها وبص ايه اللي هيحصل هنا. صوت بس صوت حاجه وقعت. وقت بحاول اتفضل. صوت حاجه وقعت صح؟ اللي جاي من تحت. ده باب البدروم ده امبارح ما كانش شكله عامل كده. متهيألي كان البتاعة دي كانت سنة. أول امبارح دول كانوا مقفولين والخشب ده كان لونه. الصوت ده طب يا عم ارجع افتح النور تاني، ظهر لك حاجه او النور رعش او انت خفت من حاجه وسمعت اصوات غريبه، افتح النور اللي انت قافله بتاع الطرقه اهو، انت لسه قافل الزرار، ارجع دوس عليه عشان تقدر تشوف ايه اللي بيحصل لك. دي برضه حاجه تبين لك ان هو قاصد ان هو يطفي النور كله عشان يظهر له حاجه زي دي. تعالى نكمل ونشوف ايه اللي ظهر له. في حد من عند لسه هنا وبيشتغلنا ولا ايه؟ هو في حد هنا؟ شو عم الواد ده؟ قاعد على طول المية عشان في حد تحت اللي عندي بيشتغلنا ولا بيعمل فينا حوار وهنفوق ولا مسكت كده حد من العيال. بقى لو حد من العيال اللي بيعمل فيها مقلب ربنا انفوق. مش عارف ايه الاكس الغريبة دي اللي حصل هنا ده. انا متأكد في حد بينزل ويطلع من هنا، في حاجة غريبة بتحصل. ولا ما تسيبوش كده في حد هنا. في حد تحت. ايه ده؟ طيب ودي كانت نهايه الفيديو. قال لك يبقى طبعا انتوا عارفين ان هو هينزل سلسله جديده جايه الفتره الجايه بقى، العفريت اللي ظهر لي في الفيلا ومش عارف ايه، ومواضيع كتير قوي بتحصل كل فيديو كلنا عارفينها. كده وصلنا لاخر الفيديو وعرفتوا ايه اللي حصل. بس عايز اقول لكم ان الموضوع ظهر من الاول خالص، انه اللي مشوا دول وسابوا هدومهم واللي كانوا موجودين في الفيلا واختفوا، واحمد شاور اللي دخل واختفى، وعمر شاور اللي طفى نور الفيلا كله عشان يظهر له في الاخر الكائن الغريب اللي ظهر في الفيديو. طيب كده وصلنا لاخر الفيديو.
يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو وصلت معايا للحظه دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وكومنت برايك. اهم حاجه تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل اشعار الجرس، انا اسف، عشان نتابع مع بعض السلسله الجايه ونشوف مين اللي ظهر لعمر شاور. احنا مش هنسيب الفيديو الجاي ان شاء الله لما ينزل وهنعرف مين هو اللي ظهر لعمر شاور. اشوفك الفيديو الجاي، سلام. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني، بسكوني تسيبوني فين دماغكم شيلوني، اسأل صاحبك يسأله تيجي قدامي تفشلوا. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني. ربك بيريد حب الناس بيزيد، شكلك ما جيت